السلام عليكم يا ناس الخير، السلام لقلوبكم والسلام لكل واحد كيتابعني. معكم فاطمة. انا واحد البنت اللي تزاديت وكبرت في العروبيه. والديا كانوا الناس اللي هما بساط وعلى قد الحال. حنا كنا 7 ديال الخوت، 4 ديال الاولاد و3 ديال البنات. غادي نعاود لكم القصه ديالي باش تكون عبره لاي وحده مازال ماده يديها للحنه وكتسنى وما فقداتش الامال، باللي الامل كاين ودير يقينها في ربي سبحانه وتعالى. المهم انا كانت عندي واحد خالتي في المدينه، كانت مزوجه بواحد الراجل اللي ميسور الحال. كانوا عنده ولادو من مرا وحده اخرى، ولكن خالتي عيات ما تجري وتجاري وما جابش ليها الله الوليدات. تما هاد خالتي غادي تقرر تاخذني وتبناني بحال بنتها. خداتني ملي كنت كنقرا في الابتدائي، يعني ما كنت صغيره بزاف وما كنتش كبيره بزاف، كنت بين وبين. مشيت عندها، عشت معاهم وكنت فرحانه وعجبني الحال. هاد خالتي كانت دايراني في عينيها، وكانت كتحسبني بنتها اللي ما ولدهاتهاش، وحتى راجلها ما كان مخصصني من حتى شي حاجه، والله عمر ليه الدار. وصلت للاعدادي ومن بعد ما بقيتش كملت وخرجت، جلست غير في الدار. ولكن خالتي ملي شافتني جالسه في الدار ما عجبهاش الحال، قالت لي عوض ما تبقى غير جالسه في الدار علاش ما تدخليش نعلمك شي صنعه. قالت لي هكا الصنعه غادي تنفعي بها واحد النهار، وما تعرفي يا بنيتي الدنيا اشنو جايبها ليك. المهم درت براي خالتي، دخلت لواحد البلاصه كيتعلموا فيها الخياطه والفصاله، حتى غادي نوصل للعمر ديال 20 سنه، وغادي نمشي مع هاد خالتي لواحد العرس. هذيك المناسبه غادي يشوفني فيها واحد السيد وغادي نعجبو، وغادي يتقدم ليا الزواج. ايوا هاد السيد ملي غادي يجي يخطبني كنت فرحانه وغادي نطير بالفرحه، لكن خالتي ما كانش عاجبها الحال. ملي خرجوا الناس وخرج داك العريس، قلت لخالتي شنو بالك فيه؟ قالت لي يا بنيتي الا بغيتي الراي ديالي غير خليك من هاد السيد، انا كيبان ليا ماشي تلهيه. الصراحه في هذاك الوقت انا ما كنتش واعيه بهاد الهضره هذه اللي كانت كتقول لي خالتي، وكان عاجبني العريس. وهي ملي شافتني باغيه ومتعلقه بيه ما بغاش توقف لي في طريقي، خلاتني على خاطري وقالت لي يا بنيتي الا عجبك وتوانتي انت وياه الله يكمل عليكم بالخير. من بعد 5 شهور على ديك الخطوبه غادي ندير العرس انا وهاد السيد، وخالتي هي اللي غادي تكلف ليا بكل شيء. دارت لي احسن عراسيه، جو والديا خوتي كل شيء كان فرحان بيا. نهار غادي نمشي لهذيك الدار، تما غادي نوقف على الهضره اللي كانت كتقول لي خالتي وعلى التخوف ديالها. صراحه داك الشيء اللي كانت متخوفه منه وهو اللي صدق بالصح. صدقات الهضره ديال خالتي في محلها. غادي نلقى السيد من بعد 3 شهور ديال الزواج غادي يولي بان على حقيقته، وغادي يحيد داك القناع اللي كان مغطي به وجهه. غادي نعرفوا انه مبلي وكيشرب وكيتحشش، وزيد عليها الشك والغيره من الفوق. وكان ملي كيخرج كيسورت عليا الباب من برا، كنلقى راسي عايشه في الحبس. الشرجم ما بقيتش كنطل منه. حتى لواحد النهار غادي يجي عندي خويا الكبير باش يزورني. ملي غادي يبدا يدق عليا قلت له شكون؟ عرفتو بانه هو. قلت له خويا راه ما غاديش نقدر نحل لك الباب، راه راجلي مسورت عليا وانا راه ما عنديش الدوبل ديال الساروت. تما خويا غادي يطلع ليه الدم، وعرف انني راني كنعيش واحد الحياه اللي هي قاسيه وخايبه بزاف مع داك السيد. وهنا خويا غادي يجلس حدا الباب وغادي يقول لي غادي نتسناه اليوم حتى غادي يجي، وغادي نوريه شغل الرجال اش كيسواو. المهم ملي وصل راجلي تلاقى بخويا في الباب وما خلاش ليه بالمعيار. علاش كتصورت عليها؟ واش ما خفتيش عليها؟ واش ما خفتيش شي نهار الله يستر تنوض شي عافيه غير في الدار؟ منين غادي تهرب هي؟ المهم راجلي بقى كيبرر ليه وقال له حقا انا خايف عليها، حقا الجيران هما اللي خايبين، يقدر يدخل عليها شي واحد ويتكرفص عليها. المهم بدا كيدخل وكيخرج في الهضره. تما خويا حلف عليه وقال له الا سقط لك الاخبار انك كتصورت عليها مره اخرى غادي نوصل معاك للبوليس. ملي مشى خويا وهو يقول لي ملي خوك ما بغانيش نسورت عليك، عندي واحد الحل اخر اللي غادي يرضيني وغادي يرضيه. قلت له اما هو؟ قال لي من بعد وغادي تعرفيه. في الصباح قال لي يلا نمشيو عند دارنا نجلسوا معاهم شويه، انا ما جايبه الدنيا اخبار وما عرفت اشنو ناوي.
مشيت معاه لدارهم. ملي تغدينا جلسنا العشيه كامله. ايوا ملي وصل المغرب قلت له يلا نمشيو لدارنا. قال لي الدار ما بقات لك مشيه تما. ايوا هنا السيد مشى جاب الهوندا وغادي يجيب لي كاع حوايجي لهنايا وغادي نسكن انا مع عائلته. كاع داكشي اللي في الدار جابو خوا الدار وعطات سوارت لمواليها. من هذاك النهار وانا كنعيش الجحيم. غادي تبدا المعاناة من نوع اخر. لقيت راسي غير في الصراعات والمشاكل. واحد النهار غادي نقرر ننهي هاد المشاكل وهاد الصداعات. فاض بيا الكاس وما بقيتش قاده. غادي نقرر نطلق منه. شفت صحتي وحياتي كل ما كنزيد معاه هما كيدمروا قدامي. تفارقت مع هذاك السيد. خالتي ما كانتش معارضاني على هاد الفراق اللي تفارقت مع هاد السيد هذا، حيت هي اصلا في الاول ما كانتش باغا ليا هاد الزواج، غير انا اللي حطيتها قدام امر الواقع. مهم تفارقت معاه. رجعت سكنت عند خالتي. غادي تدوز واحد الفتره ديال 4 شهور وغادي توفى المراه ديال راجل خالتي الاولى. هنا غادي يقرر باش يجيب ولادو ويسكنوا معاه في الدار. الشي اللي ما كنتش دايره له حساب طحت فيه. غادي نلقى راسي الا بقيت جالسه في ديك الدار غادي نخسر خالتي وراجلها. انا وبناتو ما كنتفاهموش. الا جلست معاهم غادي نوصل انا وياهم لشي مواصل. جلست غير واحد الفتره قصيره شفت راسي غير في المشاكل. قررت باش نرجع عند والديا ونخلي بلاصتي نقيه. ما بغيتش هذاك راجل خالتي يكرهني بسبب ولادو. الا وقعوا بيناتنا المشاكل اكيد غادي يحن ويجي من ولادو. داكشي علاش قلت اللهم نرجع لدارنا وعند والديا. وفعلا داكشي اللي كان. رجعت عندهم وكانوا فرحانين بيا بزاف لحقاش في هذيك الوقيته كانت خوات عليهم الدار. ما بقى حتى شي حد جالس معاهم. خواتاتي تزوجوا بعاد وخوتي حتى هما كل واحد فين مشى. المهم جلست معاهم بقيت مقابلاهم واحد المده. غتمشي ليام وتجي ليام حتى لواحد النهار غادي تمرض الام ديالي وغادي توفى. وصل الاجل ديالها ومن بعد واحد العامين بالضبط غادي يتبعها الوالد ديالي. غادي نلقى راسي باللي بقيت وحيده في ديك الدار. واخا خوتي عمرهم ما نساوني لا البنات ولا الدراري. كانوا كيجيو عندي كيصرفوا عليا كيطلوا عليا. كل واحد كان كيجي عندي كينوب عليا وعد انني انا كنت كل مره كنمشي عند واحد. لكن ما بغيتش نبقى نزيد عليهم همي ونسكن معاهم ونتسبب لهم في المشاكل. قلت اللهم التقار حسن. نبقى هنا بوحدي نخلي بلاصتي نقيه مع خوتي وعيالات خوتي. واحد النهار غادي تجي واحد العاصفه ديال الشتا اللي كانت قويه بزاف. حملوا الويدان ودخل عليا الماء حتى للدار. خوتي ملي غادي يسمعوا الخبار غادي يدخلوا عليا. خلاو كل شي اللي من موراهم وجاو كيجريو. تما غادي نقرروا انني نبيعوا ديك البلاد ونمشي حتى انا للمدينه. ما كنت معارضاهم وقلت اللي يشوفوها خير. اللهم نمشي حتى انا نسكن قريبه عليهم وهكا ما يبقاوش مشطونين عليا. قلت لهم اللي بان لكم فيه الخير ديروه. مهم باعوا ديك البلاد اللي جاني في حقي زادوا لي عليه وشراو لي واحد البارطما. خوتي كانوا مجموعين في واحد المدينه وشراو لي حتى انا بارطما قريبه من الديور ديالهم باش هكا نبقى قريبه عليهم ويطمئنوا عليا. وفي نفس الوقت يكونوا خوتي وولاد خوتي قراب ليا ونمشي عندهم ويجيو عندي. مهم كانوا رادي ليا البال ومكلفين بيا من ناحيه المصروف. كل سيمانه كيصرف عليا واحد. كانوا عندي 4 ديال خوتي. لكن ملي شفت خوتي عندهم المسؤوليه ديال ولادهم راكم عارفين كل واحد ومصاريف وكل واحد الزمان منين كيجرو. قررت حتى انا ندير شي حاجه ونعاون بها راسي بلا ما نبقى متقله على خوتي طول حياتي. درت رجعت للصنعه ديالي. ديك الصنعه نفعاتني صراحه. حتى الجيران اللي تعرفت عليهم تما اللي كانوا ساكنين حدايا الله عمر لهم الدار. المهم شريت واحد الماكينه ديال الخياطه بديت كنخيط شويه بشويه وليت كندير الكليان ولاو هذوك الناس كيعرفوني شي كيقولها لشي. والحمد لله هذيك الصنعه ولات كافياني وهزاني وما بقيت محتاجه لتا شي حد لا لخوتي ولا حتى شي واحد اللي يصرف عليا. واحد النهار وانا طالعه للسطح كنشر شي حويجات عندي حتى كطلع عندي واحد الجاره. هذيك الجاره كنت كنعرفها يعني معرفه اللي مزيانه وكانت قريبه ليا. كانت مره كتدخل عندي للدار وكنبقاو كنديو ونجيب انا وياها في الهضره ونتحدثوا. هذاك النهار هذيك السيده كانت هضرتها مختلفه على العاده وقالت لي راه واحد خالها توفات له المراه وقالت لي هاد المراه
راه مات ليه مدة هادي، وهو دابا راه مرض شوية ملي توفات الزوجة ديالو وبقى غير بوحدو، وهو راه كان كيسكن على برا، لكن ملي توفات المرا ديالو راه دخل هنا واستقر في المغرب. ولادو راكي عارفة ما مسالينش ليه، وكل واحد دار حياته. والصراحة ما كرهتوش يتزوج، انا مديت ما شفت في هضرتها وقلت راه غير كتهضر على خالها عادي. المهم قلت لها الله يسهل عليه والله يجيب ليه شي بنت الناس اللي تصونو وتعوضوا على داك الشيء اللي فقد في مراته. ايوا من تما السيده تسرح ليها اللسان وبدات كل مره كتعاود ليا على حياه خالها. قالت لي هاد خالي راه رباني بحال بنتو، راه هو الحنين عندنا في العائله وانسان الله يعمر ليه الدار وراه لاباس عليه وبخيرو بخبيرو. وانتي راه شحال هادي وانا كندرس فيك وكندخل عندك وعرفت حياتك وعرفت عليك الشاده والفاده وعرفتك واحد بنت الناس الله يعمر لك الدار وما نلقاش حسن منك. الصراحة فاجأتني بهاد الهضرة وانا اللي كنت نسيت الزواج بواحد الصفة نهائيا. قلت عمري ما غادي نتزوج، خصوصا انني وصلت لواحد العمر اللي في داك الوقت كنت قريبة للخمسينات، كان ديك الساعة في عمري 49 عام. قلت شكون هذا اللي مازال غادي يتزوج بيا ولا غيديها فيا؟ قلت لها الصراحة فاجأتيني وانتي هانتي كتشوفي انا الفكره ديال الزواج راني حيدتها من بالي شحال هادي. عشت واحد التجربه اللي خايبه وملي طلقت صافي راه ما بقيتش باغا نعاود هاد التجربه هادي. هانتي كتشوفي انا دابا راه عندي واحد الحياه وحده اخرى عايشه لخوتي ولولاد خوتي. قالت لي بالعكس شحال قد خوتك يعيشوا لك او لا تعيشي ليهم، انتي خاصك ديري حياتك وتفكري في راسك وخوتك. وكان يسيقوا لك الخبار ويعرفوا انك باغا تزوجي وتزوجي راجل اللي هو الله يعمر ليه الدار وغادي يقدبك ويعيشك احسن عيشه، راه غادي يفرحوا لك وغادي يتهناو من جهتك. دابا هما راه واخا تشوفيهم هكا كيضحكوا معاك وداك الشيء راهم غير كيخمو فيك وكيخمو لحياتك وما كرهوش يشوفوك فرحانه. المهم قنعتني بهاد الهضره ديالها وملي فكرت وعطاتني واحد الوقت قالت لي هانتي فكري مزيان، فكري في مصلحتك وتشاوري مع خوتك وراه حتى هما غادي يفرحوا لك وغادي يتهناو من جهتك. قلت لها انا غادي نفكر وغنرد عليك. فكرت مزيان ولقيت الهضره ديال المراه صحيحه، فعلا خصني نتزوج باش خوتي هكا يتهناو عليا. رديت عليها وقلت لها يكون خير. المهم درت واحد النهار باش ان خوتي غادي يتلاقاو بهاد السيد. جا فعلا عندنا للدار وشافو خوتي وعجبهم بزاف، وحتى انا الصراحه ملي شفتو عجبني وتفاجأت. كان كيبان صغير من العمر ديالو، كان ديك الساعه في عمره 62 عام، لكن كيبان صغير وباقي مهلي في راسو وباقي شاد. السيمانه على داك الموعد ديال الرؤيه الشرعيه درنا الخطوبه، ما تسنيناش بزاف، درنا العقد، تزوجنا، داني معاه، سافرت معاه. صراحه الله ما خلى ما دار من جهتي، ما خلى فين سافر بيا. كاع ديك البلايص اللي معمرني ما شفتهم في حياتي شفتهم معاه، عشت معاه اسعد لحظات حياتي. داكشي اللي ما دوزتوش مع الراجل الاول ودوزته في صغري لقيته في هذا السيد. ما لقيت معاه حتى شي مشكل، بالعكس ناس اللي كانوا الله يعمر لهم الدار لا هو ولا عائلته، ولادو حتى همايا ما لقيتش معاهم مشكل، كانوا فرحانين بيا وكانوا مطمئنين على الاب ديالهم. لكن المشكل اللي غادي يعقد لي حياتي وغادي يخرج لي في عودي هي هذيك السيده اللي زوجتني به النهار الاول، هذيك بنت اختو. ايه اللي قالت لي غادي نزوجك بخالي. غادي نعرف من بعد ان السيده زوجتني لخالها غير باش بروفيتي فيا وديرني في يدها ودير فيا ما بغات. راجلي قبل ما يتزوج بيا كان ساكن في واحد البارطما وكان عنده الفيلا ديالو وما كانش باغي يسكن فيها نهائيا، لكن من مور زواجنا راجلي قرر باش انه يرجع لديك الفيلا. قال لي صافي ما عندي ما غادي ندير في هاد الابارطمان، نرجعوا للفيلا ديالنا. واخا انا قلت له خلينا غير في هاد الدار هذه صغيره مجموعه على قدنا، لكن هو قال لي حقا الا جاو عندنا العائله، جاو خوتك، جاو خواتاتي انا، جاو ولادي، ما غاديش يلقاو فيني يلقاو راحتهم، ما غاديش يلقاو فيني ينعسوا، ما غاديش يلقاو فيني يجلسوا. المهم رجعنا سكننا في ديك الفيلا، ومن هذاك النهار وانا في المشاكل. غتولي هاد السيده اللي زوجاتني بهاد السيد تجي عندي لديك الفيلا وتطلب مني الفلوس كل مره. كتجيني بفكره، مره كتقول لي عندي كريدي، مره كتقول لي سلفيني. المهم كنت كنعطيها من المصروف اللي كيعطيني الراجل وعمري ما قلت له شي حاجه،
لحقاش هي كانت كتقول لي عندك خلي سيق ليا الخبر لهذا الشيء، هذا الشيء خليه يبقى بيناتنا. انا فعلا في الاول كنت كنعطيها، كنجمع ليها من هنا ومن هنا، وعمرني ما شديت من عندها شي حاجه. كنت كنقول معليش هي دارت فيا الخير، حتى انا خصني نردو ليها، لكن لقيتها كتستغلني. زوجاتني بخالها غير باش تبروفيتي فيا. شويه بشويه ولات كتبان على حقيقتها. كانت كتقول لي بعض المرات راني بغيت الفلوس، كنقول لها راه ما عنديش، ما غاديش نقدر ندبر لك هذاك المبلغ اللي طلبتي مني، راه ما عنديش ما غنجيبولك. كتمشي لدارها وكتهضر معايا في التليفون، كتقول لي كون ما انا كاع ما غادي تكوني عايشه في هذا العز هذا، وكون راكي مازال عايشه في ديك البارطمون بوحدك كيف الجن، وكون راه الظهر ديالك تقوس بديك الماكينه ديال الخياطه. هادشي كامل اللي راكي عايشه فيه راه غير بالفضل ديالي. ايوا ردي الخير اللي درت فيك. المهم هكا كانت كتحشي ليا الهضره، وكتبين ليا بانها راه دارت فيا واحد الخير اللي كبير، وخاصني ديما نبقى نرجعو ليها ونجازيها. كل مره كانت كتمن عليا، وكانت كتجرحني بالهضره ديالها، كانت كتزيد تأزمني نفسيا، ولات كتجيها مني الغيره، خصوصا ملي كتسمعني انا وياه مسافرين لشي بلاصه، اولا كتعامل معايا مزيان، اولا شريتي حاجه ديال الذهب. المهم كتحس بشي حاجه اللي تغيرت في حياتي لما احسن. ولا ديما كتهضر معايا في التليفون وكتعطيني غير السم القاصح بالهضره ديالها. كتقول لي واش حنا زوجناك بالسيد باش تقابليه وتهتمي بيه، ولا باش تبقاي تدوري بيه من قنت لقنت؟ السيد راه مريض، راه خصو يجلس في دارو، وخاص اللي تقابلو وتعتني بيه وتعطيه الاهتمام. المهم خالها كان واحد الانسان يعني اللي ماشي نقولوا شي واحد اللي كبير بزاف ولا مريض ولا هذا، كانت عنده غير واحد الفتره مر بيها، يعني الازمه ملي توفات المراه ديالو، لكن من بعد تعافى. ملي تزوج بيا ولا السيد عادي كيمارس الحياه ديالو بشكل عادي، كيبغي يسافر، كيبغي يخرج. ماشي مثلا كنقول له يلا نسافروا اولا يلا نخرجوا كيقول لي لا. كان ديما كيقول لي هادو فلوسي وضربت عليهم تمار ونخسرهم على راسي. كيقول لي انا خدمت ملي كنت صغير باش نعيش، وانايا دابا مرتاح في الكبر ديالي. هادي فلوسي ودرتهم بعرق كتافي، وفين ما بغيت نخسرهم غادي نخسرهم على راسي، ما حد يعيش نتبرع بيهم. المهم هاديك السيده نهار على نهار ولات كتبين لي داك الوجه ديال الشر. هاد السيده ما بقيتش كنعطيها الفلوس نهائيا، لحقاش غادي نكتشف ان راجلي داير ليها واحد الصالير اللي هويا بشكل شهري وكبير اللي كافيها وموفيها، وعد انه كان كيقري ليها وليداتها في احسن مدارس. وواخا هكاك ما كانتش قانعه، كانت كدي مني انايا الفلوس ليا صحيحه، عد انه هو اللي كان شاري ليها ديك الدار اللي ساكنه فيها. هاد السيده ما كانتش قانعه وباغا تورثو بالحياه. جمعت وطويت معاها ولات واخا كتجي للدار كتبقى تبكي وتشكي كترجع خاويه. من هذاك النهار حقدات عليا بالمعقول، وصل بها الامر انها ولات كتهددني وكتقول لي انا مزوجتك بيه غدا نقدر نطلقك. وعمري ما كنت كنعاود هادشي لراجلي غير باش ما نخسرش بينه وبينها. المهم حتى لواحد النهار جات عندنا للدار كدير راسها انها مزيانه قدام خالها. المهم جات عندنا للدار جالسه وشويه راجلي بدا كيهضر، وهو من الطبيعه ديالو انه ما كيخبيش اللي كاينه، كيقولها نيشان. قال لي بغيت نكتب لك هاد الفيلا، قال لي لحقاش لقدر الله وقعت لي شي حاجه ما بغيتكش تشردي من مورايا. سمعات هاد الهضره السيده وجعرات وخرجت عينيها، بقات جالسه معايا داك النهار ما حلفات ما تمشي حتى خرج خالها، وهي تحزم عليا وهي تقول لي شوفي والله يمشي ويكتب لك الفيلا حتى ندمك طول حياتك، وعلى النهار اللي تزوجتي فيه خالي. قالت لي واش نتي تسطيتي بغيتي يكتب لك الفيلا على قدها باش النهار اللي تموتي يورثوا فيك خوتك، انت ما عندك لا ولاد لا حتى شي حاجه. صدماتني بهاد الهضره ديالها وجرحتني بزاف. شوف بنادم كيفاش كيفكر، ما عرفنا شكون السابق، لا انا ولا هي. السيده بحيله كتعلم الغيب، كتحدد العمر ديالي. قلت لها شوفي انا بحالي بحالك، هاد الهضره اول مره كنسمعها منه. قلت لها انا ما طامعه لا في فيلا ولا في غيرها، انا ما قلت له لا كتب ليا ولا حتى شي حاجه، هو اللي بغى يكتب ليا الدار. قال لي المهم انا كنقول لك الا سمعت وكتب لك الفيلا راه ما تلومي الا راسك. المهم السيده كانت كتهددني نيشان،
وولادو كيجيو عندي وكنتلاقاهم وعمرهم ما داروا معايا هاد العيب هذا اللي لقيته في هاد السيده. ما كذبش لكم، انا خفت منها، والصراحه انا بحال هاد النوع ما كنقدرش عليه. واحد السيده اللي درويشه داخله سوق راسي ماشيه غير جنب الحيط، ما كنقدرش نواجه بحال هاد الناس. سبحان الله ولادو ما لقيتش معاهم المشاكل نهائيا، عايشين حياتهم، عندهم خيرهم وخميرهم ومطامعين شو الوالد ديالهم. لكن هي خرجت ليا في عودي وما بغاش تقيني في حالي. ملي خرجت صونيت على راجلي، هضرت معاه، قلت له شوف هاد الهضره هادي غير نساها، انا ما بغيتك تكتب لي حتى شي حاجه وما تقلقش مني. قال لي شوفي هادوك راهم فلوسي وهذاك رزقي، وانا نكتبو لمن ما بغيت، هذاك حقك وحتى شي واحد ما كيسال فيه. بقات ديك الهضره اللي قالت لي غير بيني وبينها، وبقيت متخوفه منها. راجلي بقى في نفس الوقت في نفس القرار ديالو، ما بغاش يتراجع عليه، بغى يكتب ليا. لكن ربي كبير وربي عمره ما كيضيع الانسان الصالح، اللي غادي بنيته ربي كيخلصو. داز شهر على هادشي اللي وقع، واحد النهار غادي نكون معليا ما بيا حتى غادي نطيح وغادي نغيب. ما بقيتش عقلت على راسي. ملي حليت عيني لقيت راسي في السبيطار، لقيت راجلي اللي في جنبي وقدامي كيشوف فيا وكيضحك. انا ما عقلت على حتى شي حاجه. كيفاش وقع ليا هاد الشيء؟ كيفاش وصلت للسبيطار؟ قلت له عاود ليا شنو واقع. قال لي ما كاين ما تعرفي، المهم اللي نقول لك وهو مبروك عليك راكي حامله. عرفتو انا تصدمت واحد الصدمه اللي ما تخيلوهاش. جاتني الفرحه والبكيه، الخلعه، بزاف ديال الحوايج تخلطوا عليا في ديك الوقيته. ما صدقتش راسي انني نحمل وانا في هذا العمر. حتى وصلت ل50 عام عاد قدرت نكون سبحان الله، ربي ما كيخيب حتى شي واحد، وما عمر شي واحد ما يقنط من رحمته. انا فاش قال لي راجلي هذا الشيء بقيت غير مصدومه وما متيقاش. كنقول مع راسي واش انا كنحكلم ولا هذه حقيقه. شويه فعلا غادي يدخل عندي الطبيب وغادي ياكد لي الخبر وغادي يقول لي مبروك لا راكي حامله. ديك الساعه كان عندي شهر ونص ديال الحمل، والحاجه الوحيده اللي درت باقا كنعقل هي بقيت كنحمد ربي وكنشكره ان ربي حقق لي الامنيه ديالي وخلاني نعيش احساس الامومه. ملي ساقوا خوتي الخبار جاو هما ولا عيالاتهم ولا وليداتهم فرحوا بيا بزاف، وكانت اكبر فرحه بالنسبه ليهم. وحتى هما جاهم هاد الشيء بحال الحلم. مهم في ديك الفتره ديال الحمله ديالي كانت كل مره كتجي عندي وحده من عيالات خوتي كتقابلني حتى ولدت، والحمد لله ربي رزقني بوليد. السيده اللي كانت باغيه تطلقني من راجلي وتجري عليا اللي هي بنت اختو لحد الان ما متيقاش، وجاب لها راسها بحال اللي راها كتحلم. لكن كنقول قدرة ربي سبحانه وتعالى اللي هو فوق كل شيء ما بغاش يضيعني وما بغاش يخليني بوحدي. حتى درت 50 عام عاد كتب لي نشوف الوليدات. كنقول لكم خذوا مني العبرة وعمركم تفقدوا الآمال، وتكون ثقتكم في الله كبير، وديما طلبوا الله وترجوه، واكيد واحد النهار غادي يفرحكم. كنتمنى من كل موحوله الله يجيب ليها الفكاكه على خير، وكنتمنى من كل وحده باغا الذريه الصالحه الله يجعل ربي يفرحها والله يعطيها فرحتي وما اكثر. قصتي كتكون سالات الغزالات ديالي. الا وصلتكم القصه وحسيتوا بها ما تنسوش تخليوا الاراء والتعاليق لصاحبه القصه. ما تنسوش تدعموا القناه بلايك تعليق واشتراك باش دائما نشاركوكم قصص حقيقيه من الواقع. نتلاقاو ان شاء الله في قصه جديده من قصه.